يا صباح الورد والفل والياسمين والجمال على عيونكم الحلوين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم معانا النهاردة حلقة جديدة ومميزة جدا. أنا عملتها على يومين. تعالوا نشوف عملنا إيه. أنا عملت فطار العروسة في بلدنا هنا، فقلت أعمله معاكم علشان خاطر اللي حابب ياخد فكرة. تعالوا نشوف أنا حطيت إيه. على فكرة أنا بستخدم بيض بلدي، مش بيض اللي بيشترى من المحلات، لأ، علشان ما يبقاش فيه ريحة زفارة خالص. أنا عملت 12 بيضة، مقدار اللي عجنه في العجان دلوقتي 12 بيضة. حطيت عليهم كوباية ونص من السكر، وحطيت عليهم كوباية من المية، شايفين دي معيار نص كوباية، وهحط كمان نص كوباية. حطيت معلقتين من محسن الجل، وطبعا حطيت فانيليا وخل وذرة ملح. والحاجات دي بضربها كويس جدا، انتوا شايفينها لحظات، بس انا بضربها حوالي 4 5 دقايق. وبعدين بضيف الدقيق، اللي هو بالظبط قد ايه 3 كوبايات من الدقيق، وعليهم كوباية من النشا، وعليهم ذرة ملح صغيرة، ومعلقتين بيكنج باودر، اللي هو كيك شيف، مش البيكنج باودر اللي هو تاج الملوك. عشان تبقوا عارفين في حاجات خاصة بالسبونج وفي حاجات تانية خاصة بالمعجنات. السبونج بيطلع معايا زي ما انتم شايفين، سمكه زي ما انتم شايفين كده مقارب الكريم شانتيه. بفضيه في الصاج اللي انا اصلا حاطه فيه ورق زبده ودهنه ارضيه الصاج. اللهم صل على سيدنا محمد. انا عامله الصينيه المستطيله دي عشان اعملها تورته مربعه، وعامله صاج. انا مسويه كميه سبونشات كتير جدا، يعني انا عملت معاكم سبونش واحد والباقي سويته مع نفسي، لان طبعا عامله كميه سبونشات كتير، كان مطلوب مني تورت كتير، ومطلوب مني جاتوه اللي هو جاتوه الصاج، ومطلوب مني كمان جاتوه اللي هو العنب. تعالوا بقى نعمل مع بعض السكر المكرمل بتاع البسبوسه. انا هعمل حوالي كيلو ونص من سميد البسبوسه، هحط لهم بالظبط 3 اكواب من السكر، وهحط لهم شويه ميه صغيرين، حوالي ربع كوبايه من ربع لتلت كوبايه، واسيبهم يتكرملوا زي ما انتم شايفين. هحط لهم عسل كلوكوز. طبعا انا سويت الشربات كام كوبايه سكر. عملت 4 كيلو سكر عشان كميه الشربات اللي عندي. يا دوبك عندي تقريبا كيلو من الشربات، غير ال4 كيلو سكر معمولين، هيكفوا معايا الحلويات الشرقي اللي هعملها. انا هعمل معاكم الكنافه والجلاش وكمان البسبوسه، بس عايزه لايكات كتير وعايزه متابعه للفيديو، ويا رب الفيديو يحوز رضاكم. طبعا الاخطاء اللي بتشوفوها في الاسبونشات، شفتوا الاسبونش عامل ازاي؟ بيتحط على درجه حراره 200 في الفرن، بياخد 10 دقايق. انما الاسبونش الحلل او الصواني الكبيره اللي هي الترط بتاخد حوالي ساعه على 180 النار من تحت بس. حطينا ايه بقى دلوقتي؟ اللبن قد ايه؟ 3 اكواب من اللبن، وكوبايه ونص من السمنه السايحه او اللي مش سايحه زي ما انت حابه. الكراميل هيفك، ما تقلقوش خالص من تكتله، ساعه ما اللبن يسخن معايا هيفك، ما تقلقيش. ادي السمنه، ادي كوبايه، وحطيت نص تاني عليه. بديلهم تقليبه بقى لغايه اما يمتزجوا مع بعض زي ما انتم شايفين اهو، بقعد اقلب فيهم. ساعه ما هيغلي معايا هطفي عنه النار وهسيبه على كده. ده الكراميل بتاعنا او السكر اللي كرملناه مع بعض. تعالوا بقى نسيبه يبرد خالص ونعمل مع بعض الكنافه اللي هي السيجار اللي انتوا شايفينها دي. بعمل ايه انا؟ طبعا وانا بشتري الكنافه قلت له انا عايزاها طرح، يعني عايزاها مش ملخبطه في بعضها كده. ببدا اسويها زي ما انتم شايفين وافردها على الرخامه انا غسلاها كويس جدا وبشتغل عليها. ببخ عليها ميه، مفيش اي مشكله من الميه، طبعا هي هتثبت معايا الكنافه لان كانت متفرزه. مفيش كنفانه هيبقى جنبنا مثلا او عندك او عند غيرك، لا طبعا هتشتريها وهتفرزيها، فتقدري تطلعيها وتعملي منها الاشكال اللي انا هعملها دي. هعمل بقى الكنافه، هبدا الفها رول زي ما انتم شايفين. الميه اللي ساعدتني ان انا الفها بالطريقه دي. طبعا لو مفيش ميه مهما لفتيها هتلاقيها مشعره ومطلعه شعر من كل ناحيه ومش هتلاقيها مظبوطه خالص. انا طبعا دهنه الصينيه سمنه وبرصها زي ما انتم شايفين كده، واحده جنب واحده، حاطه كوبايات عشان تمسك معايا طرف الرول من هنا ومن هنا. هكمل الصينيه دي وهنعمل شكل تاني، يعني الكنافه انا عملت منها كذا شكل مش شكل واحد عشان تبقوا عارفين. ممكن تشكلي منها اشكال كتير جدا. على فكره ما كنتش هصور معاكم الجزء ده، بس طبعا قلت لا هصوره عشان اللي حابب يستفيد. جاي علينا بقى ايه اشهر بقى هنصوم فيها، ورمضان كل سنه وانتم طيبين، فنتعلم بقى نعمل مع بعض الحلويات الشرقي في البيت من غير ما نشتريها من بره خالص. بحط بقى واحد جنب واحد كده، طبعا انا بعاير بايدي المسافه عشان يبقى كل الرولات نفس المقاس، او السيجار بتاعتي كلها تبقى نفس المقاس. حسيت ان هي ناشفه شويه اديت لها بخه ميه. طبعا الفرن مشغلاه من الصبح، ما تفطوش الا المغرب. تخيلوا بقى، من الصبح من الساعه 8 وانا مشغلاه. سويت الحلويات الشرقي والسبونشات، وكملت السبونشات تاني يوم سويتها برضه، لان عامله جاتوه كتير زي ما قلت لكم وتورات كتير. السبونشات بتاخد وقت كتير معايا في الفريزر في الفرن.
هعمل ايه بقى دلوقتي في السمنه؟ هتحتاج سمنه معايا كتير. هبدا ارش عليها سمنه كلها تدهن سمنه. شوفوا السمنه لقيتها متماسكه شويه، هحطها في الفرن دقيقه وهطلعها تكون ساحت شويه اهو زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى بالمعلقه كده ايه انزل على كل حته في الكنافه. المراحل بعملها معاكم بسهوله طبعا، والله دي انجح طريقه للكنافه دي. لازم تسقي سمنه كويس جدا، يعني انت ممكن تغرقيها سمنه وتحطيها في الفرن، وبعد ما تطلع من الفرن شوفوا اهو، ساعة ما تطلع من الفرن تصفي كل السمنة الزيادة اللي فيها، ما تقلقيش خالص من السمنة الزيادة. كده خلصنا صاج، يعني يا دوبك انا بعمل صاجين الاقي الفرن بدأ يفضى من اللي فيه، احط الصاجين عما يسوي يكون عملت حاجة تانية. تعالوا نعمل مع بعض اللي هي القباط اللي انتوا شايفينها دي، وهنحشيها برضو نوتيلا بيضة، وهنحشيها زبدة فول سوداني. هيبقى شكلها حلو قوي في التقديم. شوفوا انا بعمل ايه دلوقتي. انا جبت كوبايه القهوه صغيره خالص اللي انتوا شايفينها دي، وحطيت رول صغير وبخيته ميه وضغطت عليه اهو. هوريهولكم كمان مره. اهم حاجه تضغطي على الشكل نفسه اهو. طلعت معايا زي الطبق الصغنن كده اهو، بوله صغنونه خالص عشان هنحط فيها الحشو. شايفين شكلها؟ انا عملت الصاج كله زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نعمل البول الصغيره دي او الكره الصغيره دي بالمكسرات. انا طبعا فتت حوالي كيلو من الكنافه، طلعتها متفرزه وضربتها في الكب عشان تبقى ناعمه، وحطيت عليها حوالي كوبايه ونص من السمنه على الكيلو، وهبدا اضغطها عشان تطريها معايا. ما بحطش سكر ولا اي حاجه، بضغط عليها في المعيار الصغير بتاع المعلقه ده، وبضغط عليها ضغطه كده من الجنب تقوم طالعه معايا زي ما انتم شايفين اهو. هي عشان صغيره هتاخد معايا وقت، بس انا هعمل كميه علشان تكفي معايا. بضغط عليها بتطلع معايا زي ما انتم شايفين. وهعمل كب كيك الكنافه. وعملت صاجين من الكنافه، واحد صينيتين قصدي، الصينيه الصغيره هعملها للعروسه، والكبيره هقطعها مكعبات واحطها في علب البسبوسه، في علب المشكل يعني. تقريبا انا ما صورتش معاكم العلب وهي مرصوصه او هي متعبيه، مش فاكره والله، هشوف كده في الفيديو، لان في حاجات كانت بسرعه قوي فما لحقتش اصور معاكم الشكل النهائي بتاعه التقديم بتاع الجاتوه اللي عبيته في العلب، والتورت برضه. بس صورت معاكم التورت كلها بشكلها بتقديمها بتصويرها بكل حاجه، بالحشوات بكل حاجه، انما التقديم النهائي لا. شايفين انا بحط السمنه ازاي اهو بالفرشه كده، وبحاول اسقيها عشان تحمر معايا من كل ناحيه. طبعا انا فرشه الصينيه سمنه دهناها علشان خاطر ارضيه الصينيه تحمر معايا الكنافه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على فكرة افضل تسوية للحلويات وللتورت والجاتوهات والحاجات دي كلها في الفرن الالومنيوم. لا تقولي لي بقى تيفال ولا مش عارفه ايه، هي الالومنيوم لا يعلى عليها في التسوية. اللهم اني استغفرك واتوب اليك. طبعا كل حاجة والواحد بيعملها كده يستغفر ربنا، يسمي بالله كده يعني، اذكري الله على طول. تقولي لا حول ولا قوة الا بالله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طول ما انت شغالة اشغلي نفسك بذكر الله علشان ربنا يبارك لك في الحاجة اولا، ثانيا تاخدي ثواب بدل ما انت كده كده ايه شغالة وساكتة، فاذكري الله تاخدي حسنات. دي برضو على فكرة واخدة سمنة، بس انا بس اديت لها رشة خفيفة كده عشان ايه تدي لها لون. هبدأ بقى ايه احط في الفرن صاجين بصاجين كده علشان خاطر ابدأ في تسوية الكنافة دي صنف واحد من الحلويات، عملت منه كذا شكل اهو زي ما انتم شايفين، وفي اشكال تانية كمان هعمل لسه القباط ما شفتوهاش معايا هوريها لكم دلوقتي. تعالوا بقى للجلاش. انا خدت نص ورقة الجلاش، يعني انا بشتري بالكيلو كده، كل نص كيلو في كيس اهو. انا قسمتها بس نصين، ده نص الورقايه، ورجعت قسمت نص الورقايه تاني اهو بعد ما دهنتها سمنه، وبلفها كده اهو عشان تبقى مكشكشه معايا. وهبدا اعملها كده اهو زي الاساور كده، اساور الست كده. هدهن نص الورقه سمنه بس زي ما انتم شايفين، واتني النص التاني عليها، وهكذا لغايه اما اخلص. على فكره الصاج بياخد 30 في 40 بياخد معايا قد ايه؟ بياخد معايا نص كيلو وورقتين، نص كيلو وورقتين بالطريقه دي. هعملهم كلهم بنفس الطريقه كده لغايه اما اخلص الصاج. ده طلع معايا من الفرن اهو، الشربات جاهز. طبعا لو فاتحه معاكم الصوت هتسمعوا الطشطشه، الطشطشه دي دليل على نجاح الكنافه معايا. شايفين لونها ما شاء الله، عسل عسل عسل، يفتح النفس يعني. هغطيها برضو يعني مش هسيبها مكشوفه كده تحمص زياده، لا هي بتبقى ناشفه، فهغطيها كمان.
عفوا. طبعا انا ما عملتش البسبوسه لسه، لان لسه مستنيه ما تبرد. هعملها بعد جزء من الجلاش على طول. شوفوا شكل بقى الحاجات معايا. انا صورت معاكم البسبوسه كتير قبل كده، شايفين الكنافه والجلاش ما شاء الله. ده لونه بعد التسويه وشرب شرباته. وادي الكنافه التانية، وادي البسبوسه معايا اهي، وادي الجلاش اللي حشيته، عملت اصناف ما شاء الله زي العسل. وادي الكب كيك كنافه. دي بقى هحشيها، شايفين لونها عامل ازاي من تحت. هحشيها زي ما قلت لكم نوتيلا بيضه، وهحشيها كمان زبده فول سوداني. كده خلصت الشرقي كله. طبعا احنا اكلنا من البسبوسه ما شاء الله عسل. هحطها بقى فين في جنب كده واغطيهم، لان دول جهزتهم. وهبدا بقى تاني يوم على طول هشتغل في التورت والجاتوهات برضو معاكم حالا. بس يعني انا موزعاها على الايام علشان خاطر ما اتعبش قوي في الشغل. ده اوردر كان مطلوب مني. وطبعا ده فطار عروسه يا جماعه، ده فطار عروسه مطلوب مني بالكوالي مش بالصواني. يعني انا عامله بزياده عشان الباقي يفضل عندي في البيت، او هدي بيه اللي انا عايزه هديه، او هبيع منه زي ما انا عايزه يعني مش زي ما هو كده هسلمه. لا، انا هسلم بالكوالي. مطلوب مني 7 كيلو، بعمل كل كيلو مشكل في علبه، وهكذا اللي بيفوت بيبقى ليا بقى للبيت. شايفين الاسبونش ما شاء الله ارتفاعه قد ايه اهو. ده سبونش ال6 بيضات، 6 بيضات يعني نص المقدار اللي انا عملته معاكم. شايفين ما شاء الله ارتفاعه عامل ازاي وطري جدا. تعالوا بقى نقطعه نشوف هيعمل معايا كام طبقه الاسبونش ده. انا حشت الوش بتاع الاسبونج، وهبدأ بقى اقطع زي ما انتم شايفين. هوريكم بالظبط هو كام طبقة. شايفينه ما شاء الله فاتح وزي العسل اهو. ده سبونج بيتي معمول في البيت زي السكر. هعمل دي بالسكينة بقى علشان خاطر اظبطها اهي. تعالوا نشوف بقى عملنا كام طبقة. 6 طبقات، والوش بتاع الاسبونج يعني حوالي 7 طبقات. دي اسبونج واحد. تعالوا نشوف الصغير خالص ده اللي هعمله باربي. هعمل لها عروسة كده، تورتايه على هيئة عروسة. برضو هقطعه طبقات. شايفين لونه عامل ازاي. و الاسبونج الاولاني هعمل منه تورتتين يا جماعه، عشان كده انا عاملاها عالي. وده برضو ما شاء الله زيه اهو. 7 طبقات، 6 طبقات، والطبقه الاخيره برضو. وده اللي هو المستطيل عملته تورتايه مربعه، خدت منه جنب كده ربعته واشتغلت فيه على طول زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى داير ما يدور كده الف بالكريمه. الكريمه انا عملتها معاكم كتير. بضربها بميه متلجه في العجان، وببدأ ازين على طول قبل ما تخرز ولا تعمل معايا فقاعات. شايفين الكريمه ناعمه زي العسل اهي. هسويها ونحط اللي على طول بعدها. هحط فيها صوص على فكره، صوص ممكن فراوله، ممكن حابه تحط شوكولاته، زي ما انت حابه. بس انا تقريبا حاطه لها صوص فراوله. الاوردر ده انا مسلماه يوم الجمعه بعد العصر. معلش بقالي كام يوم ما صورتش معاكم فيديوهات ولا نزلت، معلش كنت مشغوله بس عنكم شويه. اتمنى بس تدعموني وتحطوا لايكات للفيديو وتكتبوا لي كومنت حلو عشان الفيديو يترفع، لان والله تعبت فيه جدا. صورته على كام يوم زي ما قلت لكم. شوفوا بقى صوص الفراوله ده، لما تيجي تقطعي التورته بتاعتك مربعات او مستطيلات كده، هتلاقي تحس ان طبقه كريمه بيضه وطبقه كريمه لونها اللي هو الاحمر بتاع الفراوله. ولو عملتي شوكولاته بتلاقي الدرجه اللي هي بتاعت الشوكولاته، فبيبقى شكلها حلو في التقطيع. هبدأ برضو اهو، يعني اموجها كده على وش الكريمه. يعني اخفف ايدي وانا بموجها عشان ما تنزلش معايا في الكريمه من تحت، تعمل معايا طبقه كده بينك خفيفه كده زي ما انتم شايفين، وبتدي لها طعم حلو برضو. ممكن تحط شوكليت شيبس او زي ما انت عايزه مكسرات، بس انا بفضل الصوصات بتبقى احلى بكتير. طبعا انا بسقي بسقي بلبن وعليه شويه فانيليا وشويه سكر صغيرين. خلصت دي بقى حشو، وحطيتها في التلاجة علشان ساعة التزيين اطلع واحدة بواحدة. يعني مش بزين واحدة بواحدة، الكريمة هتبوظ معايا وتخرز. فاخدت كل التورت قفلتها، وبعد ما قفلتها حطيتها في التلاجة. تعالوا نشوف بقى هنزينها ازاي. دي اول واحدة اللي هي القلب اهي. هبدأ بقى نزينها مع بعض. على فكرة دي التورتاية المدورة التانية، يعني انا عاملة واحدة مدورة وواحدة تانية عملتها على هيئة قلب اللي هي دي. عملتها ازاي؟ لو حابين احط لكم اللينك بتاع التورتايه القلب اللي كانت مدوره وحولتها لتورته قلب. شايفين شكلها عامل ازاي؟ مظبوطه جدا، من غير قلب ولا حاجه. ده صوص انا عاملاه في البيت ما شاء الله. شايفين لامع وناعم جدا اهو.
برضو انا عاملاه في فيديو لوحده، لو حابين انزل لكم اللينك بتاع الفيديو. الحاجات دي كلها عشان ما تاخدش وقت في الفيديو، الفيديو كان اكتر من ساعة. انا يعني ايه قصيت منه حاجات ملهاش لازمة كده، وسبت حاجات عشان الفيديو ما يطولش قوي. شايفين الصوص اهو نازل زي العسل اهو. طبعا انا بعمله على مية سخنة، وهنبدأ نزينه. انا طبعا كنت شارية من شربين شوكولاتات غالية كده ونضيفة علشان خاطر احطها على التورت. كده تمام قوي معايا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هحط طبعا الشوكولاتات الاول. انا عامله ورق ترانسفير على هيئه معالق كده وعلى هيئه اشكال، وقصيت شكل العريس والعروسه ده ولزقته طبعا. وهبدا احط بقى ايه الشوكولاتات دي فراشات برضو. حطيتها شكل كده علشان خاطر تديني شكل حلو في التورتيه نفسها. ما شاء الله تزيينها بسيط خالص وكانت عسل وحلو قوي. تعالوا نحط بقى معلقتين كده عكس بعض ونحط شوكولاتايه في وسطهم. ما شاء الله الشوكولاته ديت حلوه قوي، شكلها حلو في التقديم، ذهبي كده وشكلها حلو. حتى المعالق حطيت لها اللي هو الدست الذهبي علشان خاطر تبقى لايقه معاها. شايفين انا دهنت وش المعلقه دست ذهبي كده علشان تليق معايا مع ورقه الشوكولاته نفسها. دي قلوب برضو عاملاها بورقه ترانسفير بس بالشوكولاته البيضاء. كده تمام اوي. انا زينتها تزيين بسيط بحيث ان هي تبقى شكلها حلو، وفي نفس الوقت شكلها يبقى بسيط خالص، مفيش فيه شغل كتير ولا افتكاسات كتير. هحط بقى شوية شوكولات صغنن خالص كده في الجنوب داير ما يدور. مش هملاها كلها يعني ولا حاجة اهو. هعمل سير رفيع كده اهو، وعلى طول على التلاجة واطلع التانية. يعني ده بقى خلاص هسلم يومها على طول العصر، يعني ده الصبح وانا هسلم العصر. كده تمام قوي. تعالوا بقى نشوف التورتايه المربعه. هبدأ برضو بالكريمة. انا ضربت كيس كريمة علشان خاطر ابدأ اقفل بيه التورت. الجاتو طبعا بيبقى في الفريزر، يعني انا عملته وحطيته في الفريزر، ما صورتوش معاكم وانا بحط عليه الكريمة. بس هو تقليدي خالص وعادي جدا. وعملته معاكم كتير قبل كده، فهوريهولكم وانا بزينه التزيين النهائي برضو. عايزه منكم بس تشجيع كده ولايكات كتير كتير علشان الفيديو والله تعبت منه جدا. يعني انا كنتش ناويه اصور علشان خاطر الوقت، لان التصوير بياخد وقت. دي نوتيلا بيضه، دي نوتيلا بيضه انا مسيحاها بمعلقتين من الزيت كده، وعملتها مع صوص الشوكولاته، وزينت برضو بشويه شوكولاته. وبالهنا والشفا بقى التورتيه شكلها ما شاء الله عسل. هو ده شكل التورت في النهايه، لان ما عرفتش اصور معاكم. كنا مستعجلين واحنا بنغلف فما لحقتش اصور. وحطيت برضو اوريو. هعمل بالشوكولاته البيضه برضو شكل كده على الصوص بتاع الشوكولاته علشان خاطر يبقى شكله حلو. ده الكونو اللي كنا شارينه مع بعض، هو والبسكوت اللي الاوريو ده والشوكولاتات دي. هحط على طول في التلاجة وعلى طول اخد التورتايه اللي بعدها. طبعا اللي بعدها هتبقى الباربي تقريبا، يعني كان مطلوب مني تورتايه تانية غير الاوردر بتاع العروسه كمان. انا بدأت بقى ايه احط لها التزيين النهائي، الشكل النهائي للتورته اهو. ادي شكلها النهائي. تعالوا على طول على التلاجة علشان ما تبص معانا وناخد اللي مدورة. انا معايا هنا زبدة فول سوداني وصوص شوكولاتة. طبعا الزبدة بتبقى زي ما انتم شايفين عاملة زي ايه سمكها تقيل شوية. عملت لها الشكل ده كده في الجنوب، وحطيت شوكولاتة في قلبها جوز هند اللي هي الميجا، وهحط برضو كذا وحداية من الشوكولاتة اللي انا مشكلاها اهو. ده الكونو ما شاء الله طعمه بيبقى حلو قوي، وعلى فكرة شكله حلو في التزيين. وطبعا التزيين ده بيبقى في ايدك انت، ممكن تزينيها باي حاجه انت حباها. تعالوا نشوف التانية اللي بعدها اهي. دي طبعا كانت مطلوبه مني بعيد عن العروسه، يعني حد كان طالبها مني اهي. حشيها برضو صوصات، وادي شكلها اهو. تعالوا نشوف بقى الباربي. برضو عملت لها كريمه، بس مش كريمه عاديه، عملت لها موس فراوله. موس فراوله، يعني انا حشياه احط لها موس فراوله وحشيها حشوه كريمه عاديه.
وادي شكلها معانا. اتمنى حلقتي تعجبكم النهارده وتحوز رضاكم، وتعالوا نشوف الجاتوه على السريع كده عشان خلاص الفيديو هيخلص معانا بعد كام ثانيه كده. هقصه من الجنوب وهبدا احط له صوصات، ما عادش ناقص بس الا اني اغلف وخلاص. وطبعا الجاتوه التاني اللي هو بتاع الصاج زي انتوا برضو تقريبا هوريهولكم برضو، ده صوص فراولة، وهحط كذا صوص، هحط صوص مانجا واحط صوص شوكولاتة، وهبدأ ان انا اقطع